حضرتك ملاحظ هذا المنظر غير آدمي تماما. مش من المعقول أنا كإنسان عايز أروح أتلقى أي خدمة من الشهر العقاري أو فرع البريد أو فرع البنك تبقى هذا المنظر. أنا في الآخر إنسان عايز أعيش حياة آدمية، أروح أتلقى الخدمة بشكل كويس زي أي دولة في العالم. طب أنا هعمل ده إزاي؟ طب حضرتك هتخفف لي الضغط ده إزاي؟ دلوقتي الخدمات متمركزة في المدن. في بلقاس المواطن بتاع بلقاس مش قادر ياخد خدمه كويسه لان المواطن بتاع الريف جاي عامل ضغط عليه وعامل له زحمه. جوده الحياه بتاع المواطن بتاع المدينه ضعيف. وايضا الراجل بتاع الريف اللي بيعاني معاناه شديده بيجي من القريه بياخد ساعه ونص مواصلات علشان يجي ياخد خدمه، اليوم بتاعه بيضيع، بيسيب ارضه اللي بيشتغل فيها، بيسيب الورشه بتاعته، بيصرف حوالي 50 60 جنيه مواصلات عشان ياخد خدمه بهذا الشكل. لا مش صح ومش منطقي. لابد ان تكون عندنا ايه الحل؟ ايه الحل هنا عشان اقدر اغير الشكل ده؟ الحل ان احنا قلنا نقسم مدينه بلقاس الى 10 مقسمه الى 10 وحدات محليه، نعمل مجمع خدمات في كل وحده محليه اسمه ميني برانش. ميني برانش يعني فرع بنك صغير، فرع شهر عقاري صغير، مكتب بريد صغير في كل وحده محليه. بالتالي انا بتاع الوحده المحليه بتاع بسنديله او المعصره او الشوامي او بلقاس خامس او الجزائر او الحفير او ألبشو او الستاموني، اي وحده محليه في هذا النطاق تقدر تعمل مجمع خدمات. طب هتعمله ازاي وانت بتقول لي من شويه ان انت عندك عجز موازنه 434 مليار؟ انا المجتمع المدني هدخل شريك مع الدوله. انا دوله بقول لك ده مديلي ايدي اهوت، تعالي مع بعض نساعد بعض. هنساعد بعض ازاي؟ انا الوحده المحليه مثلا بالحفير او بالسنديله او بالمعصره، انا عندي قطعه ارض يا دوله انا هتبرع بقطعه الارض وحضراتكم تعالوا ابنوا لي هذا المجمع على قطعه الارض ديت، وبالتالي انا هخف الضغط عن المدينه. انا كمواطن من الريف هبدا اتلقى الخدمه بشكل كويس. طب حضرتك لما الدوله هتبني المجمع ده وحضرتك الوحده المحليه هي اللي هتتبرع بقطعه الارض، طب الموظفين هيتعينوا ازاي؟ وانت لسه قايل لي ان في عجز موازنه وفي اشكاليه في التعيين. طب انا النهارده باجي من القريه علشان اعمل التوكيل بضيع اليوم بصرف 50 جنيه مواصلات. طب ما حضرتك زود الرسوم، انت النهارده بتعمل لي التوكيل ب 50 جنيه، انا ما عنديش مشكله زود 20 جنيه وعين بهذه المصروفات موظفين، وبالتالي يبقى انا ارتحت ووفرت لي وقتي وعملت لي خدمه كويسه وانا قدرت ان انا استفاد. وحتى هنا انا كاتب انا بس مش عايز ادخلكم في تفاصيل العائد من التوصيه، الاحساس بالرضا من قبل المواطن البسيط لسهوله تلقي الخدمه. انت النهارده لما اجي اخد الخدمه واحس ان انا بتلقاها بشكل محترم، انا هنا ده مؤشر سعاده عندي. اسبق دوس انحت في الصخر وكافح، اسبق لف تروس انت من الاول ناجح، وبتعبك واجتهادك مش هتسيبك بلادك. بس اسبق بس اعرف اصل المهم تبدا، اصل المهم تلحق حلمك يلحق. اسبق دوس انحت في الصخر وكافح، اسبق لف تروس انت من الاول ناجح. اسبق دوس انحت في الصخر وكافح، اسبق لف تروس انت من الاول ناجح، وبتعبك واجتهادك مش هتسيبك بلادك. بس اسبق بس اعرف اصل المهم تبدا، اصل المهم تلحق حلمك يلحق. اسبق دوس انحت في الصخر وكافح، اسبق لف تروس انت من الاول ناجح. اسبق دوس انحت في الصخر وكافح.